الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي. رونالدو نصراوي، صفقة مفاجئة، صفقة غير متوقعة. طارق الجرامة، هو كانت الإشاعات موجودة يعني خصوصا في كأس العالم، كان هناك في أقاويل على انتقال رونالدو إلى النصر السعودي أو العودة لريال مدريد أو اي سي ميلان، عدة إشاعات. شوف، للأمانة احنا كخليجيين فخورين جدا ما تقوم فيه دول الخليج في رعاية الرياضة والوصول إلى العالمية. صحيح. قطر في كأس العالم والنجاح الباهر أبهر الجميع وأبهر الكل، والآن السعودية في التعاقد مع اللاعبين الكبار. أنا أتوقع ما هو بعيدة ميسي ممكن بالصيف يكون في الهلال. ماكو شيء أصبح الآن يعني عائق أمام اللاعبين الكبار لأن يكونوا متواجدين في هذا الدوري أو في هذه المنطقة. نحن فخورين جدا كخليجيين بأن هناك في رعاية واهتمام وأيضا تطوير الجانب الرياضي بالنسبة للدول الخليج، وبكل تأكيد التعاقد راح يصب على الكل بالفائدة. انت قبل ودك تحضر مباراة كلاسيكو، ممكن يصير كلاسيكو موجود. الكلاسيكو قريب على بعد اقل من ساعة ونص، او حتى حاتم طرابلسي رونالدو نصراوي. لاحظ هو رونالدو كده سيساهم في تطوير الكرة السعودية، هذا بدون ادنى شك، كاسم كبير على المستوى العالمي وما قدمه. لكن انا تفاجأت حقيقة كما تفاجأ اكيد احباء رونالدو، وفيهم الكثير ضد ما قام به رونالدو، لانه في الاخير اليوم نتكلم على لاعب كان يريد ان ينهي مسيرته في مستوى عالي، مع كل احترامي لكل الفرق معنا بدون ادنى شك، كان يريد ان ينهي مسيرته في البطولات الاوروبيه وان ينهي على مستوى الشامبيونز ليج وان يستمر في المنافسه مع ميسي. فبمعنى حتى انه انتقال دور سعيد سيكون اضافه، هذا بدون شك. نتكلم مع رونالدو، لا نتكلم على لاعب عادي، لكن في الاخير هو قرر الاختيار وهذا اختياره يعود اليه. 5 كرات ذهبيه لهذا اللاعب الحذاء الذهبيه 4